السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما توفيق الا بالله، عليه توكلت ولا ينيب. معايا كده عزومة بسيطة كده جات لي فجأة، فقلت لازم انجز فيها ان شاء الله. وقلت برضه باذن الله لازم ابهرهم باذن الله. هنا حطيت البصل والطماطم والفلفل، وحطيت الثوم، وحطيت ليمونة بقشرتها، وهنحط التوابل بتاعتنا: حلبة مطحونة وفلفل وكمون وزعتر وروزماري، وهحط الزهر المحمدي، وهحط قرفة وزنجبيل، ومعلقتين الملح بتوعي ومعلقتين سكر. الملح قد السكر، تمام. هنا حطيت التوابل بتاعتي كده كلها الحمد لله، والحبهان البودر. هبدا اروح اضرب الخلطه بتاعتنا ديت في الخلاط وارجع لكم تاني. هنا حطيت الخل برضو، وحطيت معلقتين من الزيت. هنا بقى كنت في الحله اللي هي بتغلي ديت، كنت انا مخزنه ورق عنب مع بعض، فبدات ان انا طلعتها قبلها بفتره لغايه اما فكت براحتها من غير اما المسها علشان ما تتكسرش مني. وهبدا ان انا انزل في الميه المغليه على طول. حطيت في الميه المغليه هنا عصره ليمون، وحطيت معلقتين من الزيت، وهسيب الورق العنب بقى براحته يفك. يعني هو كده كده فاكك، مش متلج ولا اي حاجه، بس هسيبه مع في الميه ان هو يستوي وكده. هنا بقى بدات ان انا في الوقت ده كنت بدات ان انا اضرب الخلطه بتاعتي الجميله، تمام. وهبدا هنشوف هنعمل ايه بالخلطة الحلوة دي. بإذن الله هنعمل طريقة جميلة جدا في اللحمة، هتعجبك وهتبهرك، وإن شاء الله هتشرفك في العزومات بإذن الله، لأنها بجد بجد والله هتندموا لو ما جربتوهاش. حلوة جدا وجميلة بإذن الله هتعجبكم. هنا جبت الطاجن بتاعي، وهبدأ أنزل باللحمة. اللحمه بتاعتي كنت برضك لحقت كده اول لما عرفت بوقت العزومه، رحت على طول مطلعه اللحمه بتاعتي. فكت شويه وكان لسه الباقي فيها لسه ما فكش، بس انا حاولت ان انا افكها بالسكينه معاكم وكده، وهتشوفوني وانا بفكها علشان كنت عايزه انجز ومفيش وقت. بالظبط كنت انا بادئه بالظبط 1:30 بعد ما صليت صلاه الظهر، رحت بادئه بالاكل بتاعي. وكان الحمد لله كنت خايفه جدا ان انا ما انجزش ولا اخلص في الوقت المطلوب بتاعي. هنا هو زي ما انتم شايفين كنت عماله احاول ان انا افك اللحمه والكلام دوت وكده. طبعا انا لما باجي بعمل حاجه زي كده ببقى عارفه مثلا قبلها بيوم او كده انا هطبخ بسيبها تطلع وتفك براحتها خالص، وما يعني ما بحاولش ان انا افكها بالعافيه والكلام دوت وكده زي ما انا بعمل كده دلوقتي. بس الوقت خلاص كان نفس بمعنى اصح، وعايز انجز واحاول ان انا اطلع احسن ما عندي. هنا بقى حطيت الخلطه بتاعتي كده اللي انا ضربتها في الخلاط، وحطيتها على اللحم كده زي ما انتم شايفين. وكده لسه ما خلصتش، انا قلت هبدا بيها الاول علشان خاطر انا هسيبها بتاع ساعتين كده قبل ما ادخلها الفرن، انها تندمج شويه بالخلطه اللي انا عاملاها. هنا بقى جبت الخلاط الكبه بتاعتي، علشان خاطر انا هنا بقى زي ما انا قلت لكم مفيش وقت خالص وعايزه انجز ومش لسه اخرط بصل وكده. فرحت بقى قلت الكبه ان شاء الله هتغني عن تخريط البصل. وبالفعل رحت فعلا مخرطه البصل تخريط خشن على الكبه. وبعد كده هنزل عليهم في الحله اللي انا هحطها دلوقتي قدامكم، او اللي انا حطيتها قدامكم. الحله بتاعتي ديت انا حطيت فيها معلقه سمنه كبيره، وحطيت بتاع نص كوبايه زيت، لان المحشي عندنا بيحب البصل، وفي نفس الوقت البصل بيحب الماده الدهنيه بتاعتك تكون كتير. هنا بقى بدات اهو زي ما انتم شايفين نزلت كده بالبصل بتاعي اللي احنا عاملينه في الكبه. بصوا ما شاء الله يعني مخرطه تخريط حلو. عملت دلوقتي نزلت البصل بتاعي في الماده الدهنيه بتاعتي، وهسيبها بقى انها تدبل معايا كده وتاخد اصفرار كده على بسيط. هنا بقى في الخلطه اللي احنا عملناها للحمه، انا طبعا زي ما انا قلت لكم انا ما استكفتش عليها على كده. انا رحت عملت بقى، قلت هي محتاجه لها فحم، ان انا اولع فحم واخليها تتفحم، او ان انا اخليها يعني تاخد من تتبيله الريحه بتاعه الفحم وهي لسه نيه. بتفرق كتير يا جماعه، جربوها والله ما هتندموا. لو وصلتي معايا لغايه هنا يا ريت ما تنسينيش باللايك والاشتراك، لان بيدعمني وبيبسطني وبيفرحني. وعايزه اقول لك والله بجد بيدخل على قلبي السرور والفرحه بجد، ان انا ببقى مبسوطه ان في ناس بتدعمني وبتشترك في قناتي. وطبعا ربنا يجازيكم كله خير، لان بجد انا مبسوطه الفتره اللي فاتت دي كلها، لان في
في القناه دلوقتي بقت ما شاء الله الله اكبر يعني. في كتير بقى يدعمني الحمد لله باللايكات وبالاشتراك، فربنا يجازيكم خير ويكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري باذن الله، ويفرح قلوبكم ان شاء الله. هنا بقى بدات ان انا الخضره بتاعتي، انا كنت والله يا جماعه بعت بنتي جابت ب10 جنيه خضره 6 ربط، يعني عايزه اقول لك ان هم كانوا بعافيه، بس الحمد لله قلت خلاص مش هيفرق، هم ان شاء الله هيقضوا وهينفع باذن الله. انا لما باجي بعمل محشي لازم اعمل خضره كتير، بس المره دي بجد قلت لا انا مش هينفع يعني اروح ابعت تاني واجيب خضره تاني يبقى الواحده ب15 جنيه، فقلت خلاص انا هستكفي على الخضره دي، وكده كده الحمد لله الحمد لله يعني كده حلو باذن الله. هنا بقى كنت بقلب زي ما انتم شايفين الفلفل البتاع ده، كنت بقلب البصل بتاعه وبدا كده ان هو يحمر، ببدا ان انا انزل عليه بالفلفل الحامي. الفلفل الحامي هنا بيغنيني ان انا مش هحط شطه في الخلطه بتاعتي، وفي نفس الوقت بيدي نكهه وطعم جميل جدا جدا جدا. والحاجه ديت من تركات الناس بتوع زمان اللي هم امهاتنا رحمه الله عليهم، ولو لسه في حد عايش ربنا يديهم الصحه والعافيه باذن الله. هنا بقى نزلت بالصلصه بتاعتي اللي انا ضربتها، ونزلت بمعلقتين من الصلصه الجاهزه ان هي تحمر لي شويه الصلصه، لان الطماطم بتاعتي كانت مصفره شويه. هنا هسيب بقى التخديعه بتاعتي تتسبك براحتها خالص، في حين ان انا كنت مستعجله جدا على التسبيكه، وكنت هنا بكمل ضرب الطماطم، فبوريكم ان انا كمان بحط فلفل وانا بضرب الطماطم، لان دي برضو بتديني نكهه جميله وحلوه في قلب التخديعه بتاعتي. فانتي لو انتي لسه مبتدئه في المطبخ سنه اولى طبخ، فصدقيني الطريقه دي هتبهرك وهتبهر اللي حواليكي كطعم وريحه وكمذاق باذن الله. وان فعلا ولما انت هتعمليها هيتقال عليكي فعلا انت ما شاء الله الله اكبر عليكي شيف 100. فجربيها الطريقه دي مش هتندمي. هنا بقى كانت التسبيكه بتاعتي، بصوا الاقدام بتاعتي بدات تطلع على الوش كده الحمد لله اتسبكت، بس انا برضو هسيبها شويه لغايه اما انا اجهز حاجتي عامه. هنا بقى كنت انا سبت التغذيه بتاعتي انها تتسبك شويه علشان خاطر هنزل عليها بطماطم تاني، لاني كانت الحله بتاعتي صغيره، فقلت ان انا مش هغير الحله ولا هوسخ مواعين والكلام دوت وكده، وانا عايزه انجز. اللي انا حطيته في التغذيه بتاعتي هو الملح فقط، انا ما حطيتش اي توابل في التغذيه. وهنا التكه بقى والتركه اللي انا حابه اقولها لك، لما تيجي تعملي تغذيه للمكرونه بتاعتك او للمحشي ماشي، اوعي تحطي التوابل بتاعه التخديعه في الاول، لان مع التسبيك التوابل ديت بتتكاثف ماشي، بتتكثف وبتروح، ما بيبقاش لها اي فايده، وفي نفس الوقت ما بتحسيش كده ان انت حطيتي توابل او اي حاجه. التوابل بتاعتك هتحطيها امتى؟ اول لما تلاقي الاقدام بتاعتك او المقصود بيها الاقدام ديت السمنه بتاعتك او الماده الدهنيه، لما تلاقيها طلعت على الوش وان انت خلاص قربتي تقفلي على التسبيكه بتاعتك، ابداي انزلي بالتوابل بتاعتك اللي انت بتحطيها عامه. هنا بقى هنبدا بقلب اهو زي ما انتم شايفين، ولقيته كده ما شاء الله خلاص الحمد لله كده الاقدام طلعت على الوش اهو الحمد لله، وبدات تتسبك خلاص. هبدا انزل بقى بالتوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي اللي انا هنزل عليها توم، توم حطيت عليه ملح، شويه ملح بصوت لان انا حاطه ملح في الاول، وحطيت عليها قرفه وزنجبيل وفلفل وكمون بس. يبقى انا حطيت في التوابل بتاعه المحشي بتاعتي توم وملح تانية ماشي، والقرفه والزنجبيل والفلفل والكمون. وبعد كده هتدوقيه كويس، وبعد كده تنزلي عليها لما تيجي تقفلي على التغذيه بتاعتك. وكان كده خلاص يعتبر التغذيه بتاعتي خلاص الحمد لله ماشي. هسيبها بس انها عقبال ما انزل الرز بتاعي والخضره، وبعد كده اقفل عليه. هنا بقى هتجيبي، طبعا احنا عندنا كلنا كده امهات حلوين كده، برطمان حلو كده في المطبخ بنحط فيه ملح بكمون مثلا بكزبره بفلفل بشطه، خلطه كده بتعمليها حلوه كده ان انت بتيجي تحطيها ترشيها على البطاطس او بتحطيها جنبك كده في الاكل تغمزي بيها او كده. هنا بجيبها الملح دوت عامه، وببدا اجيب البتنجان بتاعي، وابدا زي ما انتم شايفين كده اعوص ايدي في الملح، وبعد كده اروح عامله بيها عايصه بيها البتنجان من جوه. هنا كنت بوريكم ان الرز مصفياه كويس وسايباه، يعني انا غسلاه من بدري وسايباه يتصفى براحته.
هنا خلصت البتنجان بعد ما انا ايه تبلته بالملح. طب ليه انا ما بحطش ملح في الميه اللي انا بنقعه للبتنجان؟ هيخلي البتنجان معايا يتجلد ومش هيبقى طعمه حلو، ومش مش اللي هو. الطريقه دي جميله جدا ولذيذه، انك انت تغسلي البتنجان عادي بميه لكن ما تحطلهوش ملح، وبعد كده تروحي متبله البتنجان بتاعك في الاخر. هنا بقى بدات ان انا الحمد لله كده ايه، بدات ان انا اعمل الرز بتاعي، احط عليه الصلصه ماشي وبقلبه. بصوا انا هوريكم دلوقتي الصلصه ما فيهاش نقطه ميه، يعني انا هوريكم الصينيه كده من النص وانا بعمل الرز، هتلاقوا ما فيش ولا نقطه ميه. ليه؟ علشان انا خليت الرز اتصفى كويس، وخليت الخضره بتاعتي اتصفت كويس، والتسبيكه بتاعتي اتسبكت كويس. لاني بجد انا بشوف في قنوات لبنات ولناس، يعني ربنا يهدينا ويصلح حالهم يا رب اللهم امين، ما بيغسلوش الرز. فطبعا موضوع ان انت ما تغسليش الرز ديت غلط جدا، لان كده كده الرز بيبقى مرشوش وفيها كيماويات وكده، فلا لازم يتغسل الرز. بس اهم حاجه انت تغسليه قبل مثلا ما هتعملي المحشي ساعة، وسيبيه ينشف براحته. هنا بقى للبنات الامامير الحلوين هوريكم انا ازاي بحشي ورق العنب، لان في ناس بتستصعب كتير موضوع حشو ورق العنب. اولا لما بتيجي تحشي ورق العنب بتشوفي الورقه الخشنه فين وبتخليها هي على الوش، اهو بوريكم ان انا بقى احط الرز على الورقه الخشنه، وببدا الف يمين الورقه اليمين وشمال، وبعد كده الفها عادي زي ما انتم شايفين كده. الامر سهل وجميل ومش محتاج ان انت تحطيها على صينيه وتعملي والكلام دوت وكده. يعني انا بوريكم اهو بطريقه تانية اهوت، ببدا اجيبها يمين وشمال وبعد كده الفها، وبيطلع احلى صابع. والحمد لله اللهم لك الحمد، كان احلى محشي كلته في حياتي بصراحه، والف هنا على اللي كله. هنا بقى بوريك اهوت وانا بحشي. عامه لو وصلت معايا لغايه هنا فبالله عليك يا حبيبه قلب اختك ما تنسنيش بالاشتراك واللايك، لان بجد بيفرق معايا كتير وبيدعمني وبيشجعني. وبجد انا بشكر كل حبايبي اللي اشتركوا في القناه ودعموني بالاشتراك وباللايك، لان بجد القناه دلوقتي بقى فيها تفاعل جميل جدا جدا جدا. اللهم لك الحمد، ربنا يجعلكم في زياده يا رب، ويكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري باذن الله، ويوسع رزقكم باذن الله. هنا بقى كنت بوريك ان انا الحمد لله خلصت الحله وحشيتها الحمد لله، وكمان حشيت البتنجان. هنا بقى في تركايه كده حلوه وجميله هتعجبكم. بصوا بقى الحله اللي احنا كنا سايبينها دخلناها الفرن، وما شاء الله اللهم لك الحمد الله اكبر، ربنا يديم علينا نعمه ويحفظها من الزوال. كان بجد احلى طاجن عملته في حياتي للحمه، بجد جميل جدا 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 جدا، وفرقت معايا كتير. وكانت ما شاء الله الله اكبر، كانت تتبيلتها كويسه وملحها كان مظبوط، وكل حاجه فيها كانت جميله جدا ما شاء الله الله اكبر. هنا بقى كانت اللحمه بتاعتي استوت، العظم اللي كان في قلب اللحمه لقيته كان ما كنت باجي بمسك اللحمه كده الاقيه كان بيقع من اللحمه، كان ما شاء الله الله اكبر نفس ما انا بشوفه بالظبط ترند بره. هنا بقى الصوص بتاعي كنت بدأت ان انا اخده وسقسى بيه المحشي بتاعي، لاني كنت انا عايزه اخليه مميز وجميل جدا، لاني كنت دقته اللهم بارك اللهم لك الحمد، كان ريحه الفحم ظاهره فيه، وكان طعمه لذيذ جدا، والتوابل بتاعتها كانت ممتازه بجد بجد، كان عاجبني اللهم لك الحمد. فانا هنا التتبيله تاني، لو ما حد سمع التتبيله من اول الفيديو هرجع اعيدها لكم تاني. حطيت في الشفشه بتاع الخلاط بتاعي طماطم وفلفل وبصل وتوم، وحطيت ليمونه كامله، وحطيت خل وزيت، وحطيت ملح وفلفل وكمون وقرفه وزنجبيل وزعتر وروزماري، ورحت حاطه الحلبه المطحونه منها معلقه وحبهان بودر، وضربتهم في الخلاط ونزلت عليهم في اللحمه بتاعتي، وسبتها بتاع ساعتين كده ايه، كانوا مع اللحمه كده يتخللوا كده حلو. وبعد كده عملت فحمايه، والفحمايه دي حطيتها في النص لغايه ما اتفحمت، يعني خدت ريحه الفحم، وكان ما شاء الله الله اكبر عليها. هنا بقى كنت بعمل ايه بقى هنا في الجزروله ديت، انا حبيت ان انا اغلي ميه على السريع في العين الكبيره ديت، واحط الملح بتاعي علشان اظبط بيها الشوربه بتاعتي. انا حطيت خلاص الخلطه بتاعت اللحمه ماشي، فكنت عارفه ان هو الطعم هيبقى مميز جدا وكويس وكده. طب انا دلوقتي عايزه بقى ازود الشوربه بتاعتي، فرحت حاطه الميه بتاعتي تغلي، ورحت حاطه الملح عليها فقط، لان انا عارفه ان التوابل بتاعتي جميله وحلوه وسقسقت بيها. كان هنا ما شاء الله اللهم لك الحمد، كان المحشي ما شاء الله استوى وكان مظبوط وكان حلو، وكان طعمه خرافه جدا جدا جدا.
جربوها مش هتندموا، هتعجبكم الوصفة، هتعجبك وان شاء الله هتشرفك في العزومات وهتكون جميلة ولذيذة، وهتحسي بجد ان انت اول يعني ان انت فعلا مش مصدقه ان انت اللي عامله الاكله دي. انت هتحسي كده بانك انت فعلا حاسه ان انت بتاكلي في محل فخم بره، في ريستوران كبير. لا بجد كانت تحفه وجميله. طب هنا كنت بعمل ايه؟ كنت بدات ان انا انقل الطاجن بتاعي بقى في طاجن تاني صغير، ماشي، علشان كان الطاجن ده سخن. انا كنت هقدمه كده عادي بس قلت لا، الطاجن كان سخن جدا، وقلت اغير الطاجن وهبدا اقدم كده في تقديمه صينيه حلوه باذن الله. وكده الحمد لله يعتبر اكلتنا كانت حلوه. هنا بقى كانت في حته لحمه، يعني كانتش لحمه، كانت دهنه كده ملبسه، كانت تحفه جدا جدا جدا. دي عايزه تتاكل كده بعيش، كانت ما شاء الله الله اكبر عليه. هنا جبت الصينيه بتاعتي بقى وهبدا ان انا اقدم الاكل بتاعي. اللهم لك الحمد. وكده اكلتنا الحمد لله، لو وصلت معايا لغايه هنا الاكله بتاعتنا الحمد لله خلصت. اللهم لك الحمد. كان طعمها لذيذ، الف هنا وشفا على اللي كلوه، وكان ما شاء الله الله اكبر، بجد شرفتني والحمد لله. كنت انجزت بالظبط، كنت مخلصه سوى الاكل كله وتحضير اكل كان 5:30 بالظبط. اللهم لك الحمد. يعني بدات قولي من 1:30 بعد ما انا صليت، قولي بدات الساعه 2 لغايه 5:30 كنت ماشيه.